اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. الفتره اللي فاتت انا كنت مخنوق او زهقان من حوار ان مفيش اكل جديد او مفيش اي اختراع جديد او افتكاسه جديده مثلا مطعم بيقدمها، مش زي ما عملنا في المطاعم اللي فاتت مثلا هو مطعم بيقدم افتكاسه واحده فاحنا ممكن نجربها وبتاع وكده. لا، انا عايز مثلا افتكاسه تكون او مفتكسه بس شغال فيها وعامل منها اصناف كتير. فتقريبا فيسبوك سمع اللي انا كنت عايزه وجاب لي مطعم اسمه واك واك. واك واك دوت بيقول اللي هو مطعم امريكان فود، بس انا لما شفت الاكل اللي عنده انا ما حسيتش اللي هو امريكان فود قوي، يعني لان انا عمري ما شفته قبل كده اصلا في اي فيديوهات، مثلا لو ريفيوهات في امريكا او اكلات امريكيه او الكلام ده كله ما لقيتوش. بس تقريبا ده اختراع هو عامله، فهو جمع ما بين 3 حاجات ومسميها ماجيكال تريبل لايرز. فهو عباره عن بطاطس وماكن تشيز وفراخ تندر، وبرده زي المطاعم اللي بيقول لك اللي هو احنا عندنا اجمد مش عارف ايه دوت، برده قال نفس الحكايه ووقع في الاختبار اللي انا هعمله. فهو قال لك ايه على البيج؟ قال لك اللي احنا الفراخ عندنا اطرى فراخ ممكن تدوقها، او مش عارف كان ايه بالظبط. هو هجيب لكم البوست هنا اهو. هو حط نفسه في منافسه مش دايما بتطلع مظبوطه اللي الفراخ تبقى تندر كده وطريه، فاحنا عامه طلبنا زي ما احنا متعودين حاجه من كل حاجه عشان نجرب المطعم كله. هو عامه المنيو عنده مش كبيره قوي، يعني هو عنده تقريبا بتاع 3 ولا 4 اصناف. بس احنا طلبنا اول حاجه ماجيكال تريبل لايرز دي، طلبنا ميد نايت كرايم. صراحه هو انا مش عارف هي كانت عباره عن ايه لان هم اصلا مش موضحين في المنيو ايه الفرق ما بين دي ودي ودي، بس ما علينا يعني هنكتشف لما يجي. ورانشي بانشي ده طبعا من اسمها اللي هو فيها صوص رانش. ودخلنا بقى في السندوتشات، جبنا مستر الفا، صراحه برده مش عارف ايه صوص الالفا دوت. وطلبنا ماكن تشيز تندر، وعشان برده نجرب الفراخ التندر بتاعته عشان بدل ما نطلبها قطع بقى لوحدها وبتاع وكده قلنا نطلبها في ماكن تشيز عشان نجرب تجربه جديده. وجبنا الابيتايزرز عباره عن بطاطس بالجبنه عادي يعني. وبس لحد ما الاوردر ما يوصل، هو قال لي هيقعد تقريبا في حدود ساعه، تمام؟ فخلينا نشوف بقى هيوصل في ساعه ولا لا. فلحد ما يجي بقى نستنى لحد ما الاوردر يجي. وتمام يا جماعه، الاوردر وصل معانا تقريبا ساعه الا ربع. هو عامه ما اتاخرش عن اللي هو كان قايله يعني. فخلينا نشوف محتويات البوكس دوت عباره عن ايه. وشوك ومناديل. اوبا، جاب مناديل! اخيرا مطعم جاب مناديل. من اول ما بدات القناه ما حدش جاب مناديل اصلا. وجايب 3 شوك، ودي تقريبا جلافزات تقريبا، مش متاكد. هو ده الاوردر بتاعنا. خلينا بقى نفصصها واحد واحد ونشوف ايه الاختراع الجديد دوت، ونشوف هل هيبقى طعمه عامل ازاي. فخلينا نبدا باول حاجه معانا وهي البطاطس بالجبنه. هو عامة كبرزنتيشن هو البوكس شكله لطيف جدا، حاجة حلوة جدا. أنا لسه ملاحظها إن هو جايب الجبنة لوحدها والبطاطس لوحدها. خلينا نفتح كده واحدة واحدة. ودي البطاطس الكرينكل، خلينا ندوقها الأول قبل ما نحط عليها الجبنة. يعني أنا شايف اللي عليها بهارات كتير، بس المشكلة اللي برضو هي مش مقرمشة. بس خلينا ندوق. يلا بينا، بسم الله. مش عارف ليه البطاطس اللي أكلتها ديت كانت ناشفة، هي مش مقرمشة، هي ناشفة. خلينا نجرب بطاطساية تانية. هو بصوا هي لطيفة، بس التوابل اللي عليها أنا مش حاسس طعمها، فدي حاجة غريبة لأن هي أصلا متغرقة توابل. خلينا نجربها بقى إيه مع الجبنة. خلينا ناخد بطاطساية ونجربها مع الجبنة. يلا بينا، بسم الله. بصراحة كواليتي الجبنة بتاعهم رهيب، هو طعمه حلو، قوامه كده مش اللي هو ناشف قوي، وفي نفس الوقت اللي هي أصلا مش مجلدة. والصراحة تتبيلة البطاطس مش أحسن حاجة، بس مع الجبنة لا، أضافت مرحلة تانية خالص. خلينا ناخد بطاطساية ونخش على اللي بعده. وتاني حاجه معانا وهي الماجيكال بقى تريبل لايرز اللي هم متخصصين بيها. فخلينا نشوف بقى ده عباره عن ايه. ده كده بيكون شكلها. ديت اسمها ميد نايت كرايم. هو الصراحه هم مش كاتبين هي عباره عن ايه. خلينا نكتشف. في ماكن تشيز، في فراخ، وفي بطاطس، بس هو ده اللي احنا عارفينه. فتقريبا ممكن ديت تكون البيزك معلهاش اي صوصات. فخلينا كده ندوق. كده اخدنا تريبل لايرز كلها. بسم الله. لطيفة جدا. استنوا كده واحدة ثانية واحدة تانية. ايه ده، اختراع رهيب. طبعا انتوا عارفين ان انا مش ببالغ، بس ديت تعتبر احلى ميكن تشيز اكلتها لحد دلوقتي. مش عارف هل في مطاعم هتعلي عليه بعد كده ولا لا، بس الاختراع دوت حلو جدا. يعني حوار البطاطس هو اضاف لي بس تكتشر، بدل ما انت بتاكل الميكن تشيز بتبقى معجنه كده مع الجبنه وبتاع، فهو اضاف لك البطاطس عشان يشيل التكتشر اللي هو المعجن ده، وحاطط لك تحت فراخ. فانت يا دوب ما انت بتيجي تاخد معاك طبقه فراخ، هو مش قطع فراخ مثلا صغيره، لا. انا يعني مثلا في المرتين ولا الثلاثه اللي اكلت منهم بيطلع لي فيهم فراخ، ودي حاجه غريبه وكويسه في نفس الوقت. هو اكيد سعره عالي سيكا، بس بالنسبه اللي انا
انا شايفه قدامي دوت لا هو فعلا يستاهل. فاحنا عامه ما قيمناش البطاطس تقريبا ممكن تاخد معانا، هو بص لو البطاطس لوحدها هي ما تجيبش 2 من 5، بس البطاطس مع الجبنه، الجبنه بتاعتهم الصراحه طعمها حلو قوي فهتاخد 4 من 5، ودوت برده ممكن ياخد معانا نفس ال 4 من 5. خلينا بقى نخش على اللي بعده، والطبق اللي بعده هو نفس برده الماجيكال تريبل مش عارف ايه ديت، بس اسمها رانشي بانشي. رانشي بانشي طبعا من اسمها هو نفس المكونات نفس كل حاجه، بس هتطلق عليها من فوق صوص رانش. صراحه يعني هو محتاج يكبر شويه في المنيو. اوكي التخصص شيء كويس وشيء جميل، بس يعني انت ممكن تعمل حوارات كتيره بالموضوع ده. ندوق بقى الرانشي بانشي، يلا كده بينا بسم الله. ايه ده؟ والصراحه هو ما اختلفش اي حاجه عن الميد نايت كرايم خالص. صوص الرانش ما اضافش اي حاجه مختلفه، وبما ان هو عنده تقريبا بتاع 3 ولا 4 اصناف تانية مختلفين عن دول، مش شايف اللي هي اضافه جديده انك مثلا تزود صوص. بس فاكرين لما انا قلت لكم في الاول ان هو بيقول انا عندي قطره فراخ وبتاع كده، هو اكشلي هنا لا صراحه الفراخ طريه، يعني هي ما بتلحقش تتمضغ اصلا، يعني دوب بتاكلها كده بتحسها اللي هي بتدوب في البق. فعلا يعني وفى بكلامه اللي الفراخ بتاعته تندر، بس كاختراع مش حاسس الصراحه بصوص الرانش، لان صوص الجبنه اصلا معلي على صوص الرانش، فانا مش حاسس باي صوص رانش اصلا، فما اظنش دي تستاهل. فاظن ديت مثلا ممكن تاخد معانا هي نفس التقييم الاولانيه، بس عشان هي ما ادتنيش اي اكسبيرينس جديده، فاظن اللي هو ممكن السكور بتاعها هيقل شويه، هيبقى مثلا في حدود 3 من 5. خلينا ناخد معلقه ونخش على اللي بعده. خلينا نفصل بقى ما بين المكرونات ديت كلها بالسندوتش بتاعه. هو تقريبا هو عنده كذا صوص، تقريبا رانش ورانش سبايسي وصوص كده غريب مش عارف اسمه ايه. فخلينا بقى نشوف الالفا ساندوتش اللي احنا جايبينه. هو هنا ختمه بالختم بتاعهم ومخليني الصراحه مش عارف افتحه ومش عايز ابوظ التيكت ده فعلا، هو عامه باظ ما علينا. ده عامه الساندوتش بتاعهم، هو شكله لطيف الصراحه، حاطط عامه قطعتين فراخ كبار، هو شكلهم صراحه حلو قوي، وحاطط صوص جبنه كتير من على الوش، وحاطط ده خاص ده تقريبا. ايه ده؟ فين باقي المكونات؟ طب فين صوص الالفا؟ طب ايه؟ فعامة خلينا، هو عامة حجم السندوتش كبير قوي بالنسبة لسعره، فلا هو غالي قوي، يعني تقريبا بالسعر دوت ممكن يجيب من مثلا من اي محل سوري سندوتش نص ميت فرنساوي فرايد تشيكن بقى، ويحط لي بقى فراخ كتير. ممكن ده يكون مختلف لان هو قال لك احنا عندنا فراخ تندر. فخليني ادوق كده بسم الله. مش عارف ليه انا دقت طعم كول سلو. هو عامة الخس اللي تحت دوت هو ما كانش خس بس، هو كان كول سلو، وصوص الالفا اللي فوق اللي انا الصراحه مش عارف اميز هو عباره عن ايه. يعني هو كنت ممكن اقول لك اللي هو جاي على ثاوزند ايلاند شويه، بس هو لونه مش لون ثاوزند ايلاند خالص. فخلينا ندوق كده قطمه ثانيه. صوص الالفا دوت بيفكرني صوص البيج ماك، مش عارف ليه طعمه جدا طعم بيج ماك قوي، حاجه لطيفه الصراحه. الفراخ فعلا طريه جدا، يعني اغلب المطاعم لما بيجي مثلا اكل من عندهم سندوتش فراخ تقطم قطمه كده تحس انك بتقطم جامد قوي، انا حرفيا يعني انا قطمت ما حسيتش بقطمه الفراخ اصلا. طعم الفراخ متبل كويس. بالنسبه لسعره يعني ما حسيتوش قوي، لان هو في سندوتشات احلى من كده بكتير باسعار اقل من كده بكتير. دوت عامه هو الصراحه طعمه لطيف جدا. فدوت ممكن ياخد معانا مثلا فرنج من 3.5 ل4، نخليها 4. يلا بينا نخش على اللي بعده. واللي بعده معانا واخر حاجه معانا وهي الماكن تشيز بالتندر تشيكن. ده كده بيكون شكله، هو غالبا نفس اللي احنا اكلناه في التريبل ماجيك بتاع دوت بس من غير بطاطس. فخلينا نجيب الشوكه. خلينا كده نطلع فرخيه، فتة فراخ كده، نشوف الطراوه بتاعتها. بصوا كده، يلا بينا بسم الله. هي طريه قوي، والصراحه الخلطه بتاعتها طعمها غريب كده شويه مش عارف، بس هو طعمه حلو. خلينا بقى ايه ندوق الماكن تشيز بالتندر وصوص السبايسي رانش. يلا بينا بسم الله. هو بص عندهم صوص الرانش مش اقوى حاجه، بس صوص السبايسي عندهم حلو. انا حاسس بطعم سبايسي بس مش حاسس بطعم رانش. وهنا نفس المشكله اللي انا قلتها لكم في الاول، ان حوار البطاطس بدا يعالجها. قوام الجبنه مع المكرونه يبقى حاجه معجنه كده شويه، فانت بتحس انك بتظبطها ما بتندوبهاش، فانت ما بتلحقش انك تستمتع بطعمها. فهو حوار اللي هو عالج الموضوع ده، تروح يحط بطاطس عشان تبدا تمضغ،
تبدا تستطعم عن الحاجات، فديت حاجه حلوه قوي في التريبل ماجيكال لاير. يعني تقريبا فهمت الكونسيبت بتاعه. فالماك اند تشيز اوكي طعمها لطيف، هو كده كده نفس طعم بتاع الاولاني. حوار الماجيكال تريبل لاير والكلام دوت الصراحه كان احلى. دوت ياخد معانا كام؟ ممكن ياخد معانا 3.5 من 5. الجبنه طعمها حلو، كل حاجه حلوه، بس الماجيكال لاير عجبني اكتر الصراحه. وبس دي كانت تجربتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الجميل وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده خلاص، يلا سلام.